بكم معايا. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم انا ان شاء الله بغيت نطيب شويه ديال اللوبيا يابسه الغدا، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. يعني كل واحد والطريقه ديالو، بغيت نشاركها معكم بالطريقه ديالي ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للمقادير، انا خديت اللوبيا، انا خديت الكميه، يعني الكميه كتبقى على حسب افراد الاسره، يعني كل واحد وشحال غادي يدير. بالنسبه لي انا هذه هي الكميه اللي استعملت. راني فزقتها من قبل، لان صراحه انا عندي واحد المعلومه اللي يعني قال لك اللوبيا اليابسه من الاحسن تبات فازقه عاد الصباح ان شاء الله. ملي نبغيو نطيبوها ديك الساعه نصفيوها من الماء ونقيوها ونعاودو نغسلوها وديك الساعه نطيبوها. اما باش انك تتفيقي الصباح وعاد تفزقيها وتسنيها حتى تفزق وتصفيها دغيا اولا تسلقيها ولا، فكيقول لك هذيك الطريقه ماشي صحيه. فمن الاحسن انها تبات ليله كامله مفزقه. هذاك الشيء كيساعدها باش انك تخلص من داك لي غاز اللي كيكونوا فيها وما كتضرناش. وعندي بصله صغيره محكوكه، عندي مطيشه شويه متوسطه محكوكه حتى هي، عندي فصوص ديال الثوم والحار يعني حسب الذوق، عندي شويه الملحه، معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره سكينجبير، معلقه صغيره تحميره، ونص معلقه صغيره ديال البزار. الزيت كما كنشوفوا انا درت شويه ديال زيت العود وزيت العاديه ديال الديال، شويه ديال المعدنوس وقزبور وخيزو. انا اللوبيا ديالي حيت عندي وليدات صغيورين، فانا كنتعمد انني ندخل بعض الخضروات هكا مع القطاني باش كيولفوا عليهم ياكلوهم، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. دابا غادي ندوزو باش نردو اللوبيا طيب. دابا غنردو الكوكوط فوق البوطه وغنديروا اللوبيا ونديروا الزيت انا راني درتها، من بعد نديروا العطريه. انا صراحه كنرد الكوكوط هي كطيب وانا كنصب، وغادي نزيدوا المطيشه والبصله. نسيت ما قلتلكمش طبيعي واحد المعلقه صغيره ديال المطيشه الحك. انا كاين اللي كيخليتها كيطفي عليها وعاد كيدير مطيشه الحك ويدير مطيشه محكوكه. انا كندير كلشي في خطا وكطيب ليا اللوبيا وكتجي رطبه وزوينه. نضيف الربيع وما نساوش خيزو حتى هو نديروه. النار راني شعلت عليها من قبايل، انا كنحط الكوكوط فوق البوطه وانا كنصب. طبعا غادي نحرك هاد المقادير يتقلاو شي شويه ومن بعد عاد غادي نزيد الماء. نحركهم شويه بحال هكا يتقلاو من بعد غادي نزيد الماء وغادي نخليها كطيب. هي كطيب وانا كنحرك الكوكوط. ملي كنحس بها خففت من الماء ديك الساعه كنطفي عليها باش نطلع على اللوبيا نشوفها واش طابت ولا مازال. الا لقيتها مازال كندير شويه ديال الماء سخون كنكون وجدته من قبل باش كنطفي عليها ونلقاها مازال خاصها شويه طير وخاصها الماء، كنزيد لها شويه ديال الماء ونعاود نسد عليها باش تكمل طير. ديال القلبه غادي نزيد الماء اللي غادي تطيب. بالنسبه للوبيا اللي فزقها بالماء بارد كيطيبها بالماء بارد، وبالنسبه اللي فزقها بالماء سخون كيطيبها بالماء سخون. حيت ملي كنكونوا فزقناها بالماء سخون الا نصبناها بالماء بارد كتحجر، كتولي قاصحه. واخا كطيب كتولي
ما كطيبش مزيان، كتبقى محجره. يعني لهذا خصنا الماء الا كان بارد نديرو معاه نصبوها بالبارد، والا فزقناها بالسخون نصبوها بالسخون. ودابا كما كتشوفوا انا درت ليها الماء الكافي اللي غادي تطيب فيه، وغادي نسد عليها ونخليها طيب على خاطرها. مره نبقى نحرك الكوكوط باش ما تشرب لياش الماء، غير نعرفها شربت الماء غادي نطفي عليها ونقلبها نشوف واش طابت ونرجع معكم. بقاو معايا. كما كتشوفوا اللوبيا ديالي ها هي من بعد ما طابت وطفيت عليها هكا كتجي. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ودابا غادي ندوزو باش نشوفوها الطبق النهائي. يلا شوفوا اللوبيا ها هي دي وجدات، وانا حطيتها ورافقتها بزعلوك. ان شاء الله الرحمن الرحيم مازال غنشارك معكم الطريقه ديالي في التحضير ديال زعلوك، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. وما تنساوش دعمونا بلي لايك وابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.